السلام عليكم. الفترة الأخيرة هي واحدة من أسوأ الفترات اللي عدت علينا في عالمنا العربي، واحدة من أسوأ الفترات اللي عدت علينا في جيلنا الحالي. فترة شفنا فيها بيتم ارتكاب أقذر وأقصى أنواع الجرائم في قطاع غزة، جرائم على مرأى ومسمع وتواطؤ من العالم كله. أكثر من 10,000 شهيد وأكثر من 5,000 طفل تم قتلهم قابلين للزيادة من اليوم اللي أنا بصور فيه ده. فترة شفنا فيها قد إيه العالم اللي إحنا عايشين فيه ده هو عالم قاسي وقبيح. فترة شفنا فيها قد إيه إن العالم اللي إحنا عايشين فيه ده منافق ولا يأبه إلا حب البزنس. وطالما أنت يا صديقي شعرك مش أصفر، طالما لا تتماشى مع السياسات اللي إحنا عاملين عليها، فمع نفسك بقى. لو في كاتب او مخرج حب يصور الشر المطلق او حب يعرف عن الشر المطلق بالطريقه اللي احنا بنتفرج عليها كل يوم دي، اظن ان الناس هتقدر تقول عليه ان هو بيبالغ، ان دي مبالغه. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حاجه كده. ما صعب جدا ان يبقى في حاجه كده، صعب جدا ان العالم كله يكون بيتفرج على المجازر دي مفيش حد فيهم قادر يعمل اي حاجه. لا، وفي ناس كمان ممكن تكون بتدعمهم وبتقول اعملوا تاني لان دول ارهابيين يستحقوا اللي بيحصل فيه. ولكن تذكر يا صديقي دايما ان الواقع خياله اعلى بكتير. تذكر دايما ان طول ما انت عايش هتقابل حاجات صعب جدا ان عقلك يتصورها، واظن ان الفتره دي خير دليل. ارنست هيمنواي، واحد من الكتبه المشهورين جدا جدا، لما حب يكتب قصه قصيره وهي عباره عن سطر واحد بس، كانت عنوانها للبيع حذاء طفل لم يتم ارتداؤه. اظن ان احنا وبعد اللي احنا شفناه في الفتره دي والقصص كتيره اللي احنا شفناها دي واللي ما شفناهاش كمان، احنا نقدر نطلع قصص افضل واعلى بكتير جدا. وان في قصص كتيره جدا ممكن تاخد اوسكار كمان. في قصه عن بنت عرفت امها الميته عن طريق شعرها. في قصه عن طفل شايل حقيبه على ظهره، بيسالوه انت شايل ايه رايح المدرسه؟ يقول لهم لا انا شايل اشلاء اخويا. في قصه تانية عن اخ صغير بيلقن اخوه الصغير اللي ميت قدامه الشهاده وبيقول له اشهد ان لا اله الا الله. وفي قصه تانية عن ام وهي بتدور على ابنها، مش التايه، لا، بتدور على جثه ابنها، فبتوصفه بتقول عليه شعره كيرلي وبيضاني وحلو. واعتقد ان الاوسكار هتكون صعبه جدا السنه دي، ولكن هي مش هتكون في العالم الافلام. المهم يا صديقي، واللي احنا عايزين نطلع بيه من الفتره ده، على قد ما كانت هي فعلا فتره صعبه علينا كلنا، ولكن على قد ما هي فعلا كانت فتره حقيقيه. كانت فتره اتعلمنا فيها حاجات كتيره جدا، وهي قد ايه ان احنا بنهتم بتفاهات، وان حياتنا دي تافهه جدا مقارنه باللي احنا بنشوفه. لا اتفه من معاناتك ولا اتفه من اللي انت عايش فيه، ولكن لازم تقول ان هي دي المعاناه الحقيقيه. المعاناه الحقيقيه انك تقعد كل يوم في بيتك ما انتش عارف انت عايش ولا ميت. لما تقعدوا في بيتكم كلكم انت واهلك، تسمعوا صوت طياره، تتلموا كلكم تحضنوا بعض كل يوم عشان لما تموتوا تموتوا مع بعض. اكتر من 10,000 قصه، حلم، حياه، حاجات بيحبها، حاجات بيكرهها، حاجات كان نفسه يحققها، حاجات كان نفسه وكان خايف منها انها تتحقق، صديق كان نفسه ان هو يعيش معاه ويكبروا مع بعض ويحققوا حلمهم مع بعض، مكان كانوا بيفتكروا فيه الذكريات، مكان كان في يوم من الايام هو ده اللي هيكون المكان اللي هنقعد فيه بعد عمر طويل ونفتكر لما كنا صغيرين. البيوت والاماكن والحاجات اللي انت شايفها قدامك دي هي مش مجرد حطام او حاجات اتدمرت، هي عبارة عن اكتر من شلال ذكريات ومشاعر وحاجات حسوا بيها. فما تعتادش المنظر اللي انت شفته عشان بس انت بقيت بتشوفه بشكل متكرر ويومي. لا، حاول على قد ما تقدر ان انت تملأ قلبك بالحقد والكره تجاه العدو اللي انت شايفه، لان في الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه ده مفيش قدامنا غير كده. مفيش قدامنا غير ان احنا ندعو ربنا ونقول ربنا يا رب يكون في عونهم، وربنا يا رب ينصرهم ان شاء الله على عدوهم. والحاجه اللي احنا لازم نطلع بيها يا صديقي بقى بعد كل ده، وهي انك بلاش بقى تتحمق على حاجات تافهه وعلى حاجات ملهاش لازمه، زي فريق كوره، زي فيلم، زي ممثل، زي شركه، زي اي حاجه من الحاجات دي. وحاول تحطها في المكان اللي هي اصلا تستحق انها تتحط فيه، ان هي لا شيء غير انترتينمنت. ما تحطش ممثل في مكان اكبر من المكان اللي هو حاطط نفسه فيها، لان هو في الاخر شخصياتي. بمعنى اخر، النهارده هعمل دور شخص طيب، بكره هعمل دور شخص شرير، بكره هعمل دور بطل مغوار، تاني يوم ممكن اعمل دور حرامي. اي حاجه اللي الدور هيقول له عليه اعمله. فدايما حاول تحط الشخص ده ان هو ممثل حلو، او حتى تحط ان ده لاعب كوره حلو. ما تطلعوش من الخانه دي، لان احنا شفنا كلنا وقت ما كان العالم محتاج ان الناس دي تقول كلمه حق واحده، كل الناس دي ما عرفتش طبعا تقول الكلمه دي، وحكمها البيزنس، وخافوا من ان البيزنس بتاعهم يضيع، وان احنا طبعا لازم نقدس كل الارواح. اتعامل مع الشخصيات دي يا صديقي ان هي 2 دي زي الانمي كده، اللي هو انت عارف ان الشخصيات دي مش موجوده في العالم الواقعي، ان الشخصيات دي لما تطلع بره التلفزيون او لما تطلع بره الاله او المستطيل اللي انت بتتفرج عليه ايا كان، هي مش موجوده. حتى لو كانت موجوده في الواقع فهي شخص منفصل تماما عن الشخص اللي انت شايفه.
الشعارات والحاجات اللي بينادوا فيها زي الإنسانية وزي إن إحنا ناس بنقدس مش عارف إيه، وإن إحنا نؤمن بحرية أكتر من 50,000 جندر و50,000 بتاع، وقرف عمال يترملنا كده وخلاص. اتأكد كده بكل بساطة إن الناس دي بتكذب، ان الناس دي بتقول كده بس عشان البيزنس حاكمها، ولكن هي ما بتعنيش اي حاجه من اللي هي بتقولها دي. يعني عادي جدا ان كل الدوريات الاوروبيه تحط علم اوكرانيا بسبب اللي روسيا بتعمله فيه، وان ده لا يعتبر، وان ده احتلال، وان ده مش عارف ايه، ونقول ولا او دي مش مالهاش دعوه بقى بالسياسه يا عم، دي انسانيه، انت حتى تيجي عند انسانيتنا. ونفس الموقف بالظبط لما يحب لعيبه عرب يعملوه ويدعموا القضيه الفلسطينيه، يتقال لهم ارجوكم ما تدخلوش السياسه بالكوره، على اساس اللي فاتت دي ما كانتش سياسه، ولكن بتاعتنا احنا لما تيجي عندنا احنا ده في السياسه بقى، ما تزعلوناش منكم. وزي ما شفت يا صديقي ان كتير من الممثلين والسليبرتيز عامه طلعوا ودعموا بشكل واضح وصريح الكيان، وان هم طبعا واضح ان هم مش فاهمين اي حاجه، وان هم عباره عن مجموعه من المتخلفين اللي مش فاهمين اي حاجه، اللي اتقال لهم كده بشكل صريح اطلع واتكلم، وهم بصراحه راحوا طالعين ومتكلمين طرشوا علينا كلام يعني مش عارف اتكلم والله. فارجوك رجاء شخصي ما تحطش الناس دي في مكان هم لا يستحقوه. فانا مش هقول لك بقى ما تتفرجش وما تتبعش ما تستمعش لاي حاجه، ما تتفرجش على كوره اوروبيه، ما تتفرجش على افلام هتيجي من هوليوود ولا من اي حاجه تانية، لان لو انت كنت بتحط الحاجات دي في مكانه اكبر من مكانتها، فانت بصراحه يعني انت كنت عايش في وهم او عايش في بابل يعني. فببساطه كل اللي انا هقوله لك يا صديقي انك عايز تتفرج اتفرج، عايز تستمتع بالحاجه دي استمتع، ولكن ارجوك اعرف ان كل الناس اللي بتقدم لك الحاجه دي هم عباره عن مجموعه من المنافقين الافاقين اللي بس بيطلعين بيقدموا شخصيات هم لا يمسوا ليها باي صدى. حتى لو كانت الشخصيات دي بتمثل الخير المطلق، فهم طبعا ما بيمثلوش الخير المطلق، بل ممكن يكون على النقيض تماما ان هم بيمثلوا الشر المطلق. ورجاء كده يا صديقي ما تنساش اخواتك من الدعاء، ما تزهقش من الكلام عليهم، ما تتفهش من اي حد من اي حاجه حد بيقولها لك، ما تتفهش لما حد يقول لك انشر، ما تتفهش لما حد يقول لك قاطع. اعمل كده مش عشان انت ممكن تساعد او تخسر الشركات او تعمل اي حاجه من ده، اعمل كده بس عشان انت عندك كرامه وعندك دم، وان انت لما شفت المناظر بتاعت الاطفال دي انت كان عندك دم وكان عندك كرامه، لدرجه ان انت حتى لو انت لوحدك بس اللي مش هتشتري المنتجات دي، او حتى لو انت لوحدك بس اللي بتنشر الموضوع ده، فانت بتنشر عشان انت مهتم مش عشان تجيب ريتش. تذكر اننا لوحدنا في هذه الدنيا، لا احد يساندنا سوى الله سبحانه وتعالى. وبس كده، ده كنت كله عايز اقوله بصراحه، بقى لي فتره بس ما كنتش عارف اطلع اقوله، لان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا علينا كلنا، واعتقد ان صعبه جدا ان اي حد يتعافى حتى بعد الفتره دي. وبس، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.